وبيبدأ فيلمنا بأمان، شاب عازف موسيقي ومغني وملحن. الدنيا جت عليه وفقد كل شيء بسبب إدمانه للخمور، وهو بياكل لقمة عيشه من عزف البيانو في البارات. وفي يوم ميرا زوجته راحت له وقالت له: أنا عاوزة مصاريف للبيت. للأسف ما خدتش فلوس النهاردة، صاحب النادي الغبي عامل مرتب كويس لشخص لسه مبتدئ، وأنا أعظم مغني وعازف في المدينة عاوز يديني أقل من المبتدئ. كنت أعظم مغني لكن بوظت حياتنا بسبب إدمانك. مشيت وسابته، تاني يوم بقى يدور على أي مسكن يسكن له الصداع زي المجنون. وميرا قالت له: البرشام قدامك أهو، ما تفوق بقى من اللي أنت فيه ده. وحابة أقول لك إن جاي لي شغل بمرتب كويس، في شخص اسمه سيدهارت عاوزني أكتب له سيرته الذاتية بمبلغ 2 مليون روبية، وهسافر النهاردة. تسافري فين؟ أنت نسيتي إن ذكرى وفاة ابننا راهول كمان يومين؟ لحقتي تنسيه؟ أنا نسيته؟ الأم ما تقدرش تنسى ابنها أبدا. عدى 4 سنين على موته وبعاني ومشتاق له وأنت ولا حاسس بيه. وطول ال4 سنين حضرتك مش ملتزم بأي مسؤولية، وأنا بتعب وبشتغل وشايلة مسؤولية كل حاجة. ودلوقتي في فرصة عمل كويسة بمبلغ عمرنا ما كنا نحلم بيه، وعاوز تمنعني منه؟ يعني أنت كل شغفك في الحياة الفلوس؟ طيب إيه رأيك هجيب لك فلوس كتيرة جدا حتى لو هسرقها، بس مش هسمح لك بالسفر. سابها، وبمجرد ما خرج سمعت صوت عربية بتخبط شخص، واتصدمت لما لقيته أمان. خدته على المستشفى فورا، والدكتور قال لها: للأسف ارتجاج في المخ، ودخل في غيبوبة، مش عارفين هيفوق منها امتى. انهارت ودخلت تصحي فيه زي المجنونة، وقالت له: أنا آسفة، مش محتاجة أي فلوس والله، أنا محتاجك جنبي بس مش هقدر أعيش من غيرك. أنا مش هسيبك وهفضل معاك لحد ما تصحى، ومتأكدة إنك أقوى من المرض وهتكون معايا. قعدت في وشه، وعدى الوقت والأيام بدقات عقارب الساعة، وهو فاق أمان لقاها نايمة في وشه. نده عليها وعيطت من الفرحة لما شافته، وقالت له: أنا كنت فقدت الأمل حقيقي، حياتي من غيرك الأيام اللي فاتت ما كانش ليها أي قيمة. أنا عمري ما هسيبك ومش هسافر. وهو في ناحية تانية بمكان مخيم بالهدوء، هو داخل قصر، سيدهارت بيقول: الفلوس بالنسبة لي حاجة تافهة، وهعرض على ميرا ضعف المبلغ 3 مرات، بس هي الوحيدة اللي تكتب سيرتي الذاتية. أنا عاوز ميرا بأي تمن. قفل وقلب على صوته: أنا محتاجك لمهمة، احضر فورا. دخل كيان ضخم جدا وجسمه مليء بالجماجم. سيدهارت قال له: ليلة اكتمال القمر قربت، جيبها لي في أسرع وقت. اتهيأ الكائن في شكل ممرضة، وبقى في المستشفى اللي فيها أمان بلمح البصر، وقال للعامل: المريض في الغرفة رقم 51 عاوز خمرة في المستشفى. انت اتجننتي؟ طلع له رشوة فلوس، والعامل قبلها فورا وقال: اعتبر الخمرة وصلت له. وتاني يوم ميرا وصلت المستشفى، لقيت أمان سكران وبيتكلم زي المجنون، وجنبه أزازة الخمرة. زعقت له وجابت شنطة طلعت منها فلوس كتيرة، وقالت له: يعني أنا عاملة كارد علشان أدفع حساب المستشفى وأخرجك، وانت مفيش فايدة فيك. الفلوس جنبك اهي، خرج نفسك او اصرفها على ادمانك. انا مسافرة للشغل ومش هعيش لحد ما اتعفن مع شخص زيك. واثناء سفرها بعت لها فيديو بيعتذر لها فيه وبيقول لها: ارجوكي سامحيني، انا خرجت من المستشفى، والفلوس اللي انت دفعتيها هشتغل وهسددها لك، واوعدك ان هكون شخص قادر على المسؤولية، بس ارجعي لي ارجوكي. قطع الفيديو، ما عرفتش تشغله تاني بسبب الكائن اللي قاعد على القطار. وداخل القرية المتجهة لها ميرا شخص كفيف اسمه إرشاد، قاعد بيقرأ باستخدام الكلام البارز، والكائنية في الخارج بيقرب من بيته وبيخوفه. قام وفضل ينادي: مين الموجود هنا؟ روحي، هو انتي؟ حس بالخوف وطلع شيء مقدس مسكه في ايده، والكائن اختفى فورا مع وصول روحي بنته. ووقف إرشاد قدام بيته وقال: الكائن عاوز يتخلص مني، وقريب جدا هتحل ليلة اكتمال القمر، والبنت فارسته التالية هتكون جاية لي برجلها. امنعيها يا روحي بأي شكل توصل لقصر سيدهارت. جريت روحي أول ما سمعت كلامه، وميرا نزلت من القطر في نفس الوقت، وشافت شخص بيقول لها: أنا اسمي ماسيو، شغال مع السيد سيدهارت، وهنا علشان أوصلك للقصر، اتفضلي معايا حضرتك. ركبت معه وشافتهم روحي في الطريق، وطردت ماسيو اللي أول ما شافها زود السرعة بشكل جنوني، وروحي دخلت من طريق مختصر علشان تمنعه من وصول القصر بأي طريقة، بس ما لحقتش، باب القصر اتقفل فورا مع دخول ماسيو. ونزلت ميرا بصت للقصر بخوف شديد جدا من الهدوء اللي فيه، وماسيو قال لها: السيد سيدهارت هيقابلك خلال لحظات. جذب انتباهها الصورة دي، ركزت معاها، وقطع تركيزها صوت سيدهارت بيقول لها: الصورة جميلة صح؟ الطويل ده كان أخويا الكبير، كان هو ميت للأسف، وبنحاول دايما نعالج الفراق ببعض الذكريات والصور، لكن مع ذلك الجرح بيفضل مفتوح للأبد. ممكن أسألك سؤال؟ انت مفكر وكاتب، ليه طلبتني لكتابة سيرتك الذاتية وانت في الأساس قادر تكتبها لنفسك؟ ميرا، كتابة سيرتي محتاجة شجاعة، وانا مملكش الشجاعة حاليا، لكن انت بتملكيها. انا قرأت بعض رواياتك وحبيتها. ازاي بتكتبي بالاسلوب ده؟ من حبي وشغفي.
امان زوجي. طيب ليه باين الحزن في عينيك وانت بتتكلمي عنه؟ ارتبكت من قربه منها وقالت له احنا هنكتب سيرتك الذاتية مش سيرتي انا حضرتك. هنبدأ امتى؟ دلوقتي لو حابة، اتفضلي معايا. دخلها الغرفة مليانة زهور واتفاجئت من جمال المنظر وقالت له ده شكلك مغرم بالورد جدا. مش الورد بس، مغرم بحياتي برضه. تقدري تقولي لي روحنا بتترك الدنيا وبتروح فين لما بنموت؟ انا بعاني من حياتي فمش فارقة معايا روحي تكون فين بالظبط. اتعصب عليها وقال لها هو انت مش خايفة؟ حياتنا بتنتهي وبيكون معاها ذكرياتنا ومشاعرنا في لمح البصر. طيب ما هي دي الدنيا، اي كائن حي مصيره هيموت وده خارج عن سيطرتنا. لا ده تحت سيطرتنا، انا موتي في ايديا ومتمسك بحياتي. استغربت من ردة فعله جدا ومسيه خدها للمبنى الخارجي اللي هتسكن فيه، وهي قالت له ما تتعبش نفسك مش هقعد هنا، بس السيد سيدهارت امر انك تقعدي جنب القصر. سيدك يأمر نفسه، انا هنا في شغل مش في سجن. اتجهت للفندق كلمت امان اطمنت عليه وقال لها انت مش زعلانه مني؟ انا معتاد على المشاكل اللي بتحصل بينا وبتمنى لك دايما تكون كويس، وفي الاول وفي الاخر يعني انت حبيبي. انت فين كده؟ طيب انا قاعده في فندق غريب مفيش حد قاعد فيه غيري، عاوزاني اجيلك؟ لا مفيش داعي، انا هتأقلم على الاجواء هنا وخلال اسبوع كده كده هخلص شغلي. وهو في نفس اللحظه اللي بتتكلم فيها سيدهارت دخل لغرفه الزهور لنفس المكان اللي كانت واقفه فيه ميرا، ولقى خصلة شعر من شعرها وخدها وراح لغرفته السريه وسحرها من خلال قطر شعرها. وميرا وهي بتكلم امان سمعت صوت طفل بيعيط واستغربت جدا لانه شبه صوت ابنها المتوفي راحل. وسابت مكالمه امان مفتوحه بيكلم نفسه واتجهت تشوف مصدر الصوت جاي منين، ووصلت لطرقه الفندق واخرها حد قاعد على كرسي مديها ظهره. قالت له مين انت؟ رد عليا. قربت منه والتفت ليها شخص مشوه بالكامل، ومن الخضة وقعت على ظهرها، ولما بصت عليه ما لقيتش ليه اي اثر. وقامت رجعت لغرفتها لقيت الموبايل بتاعها متكسر 100 حته، وأمان بقى هيتجنن ويحاول يوصل لها لدرجه انه كلم شركه الاتصالات يعرف منهم خطها وقف ليه، وخدمه العملاء قالوا له الخط اللي بتحاول توصل له مقفول من 3 ايام. حضرتك 3 ايام ازاي وانا لسه كنت معاها من نص ساعه؟ انتوا بتهزروا. قفلوا في وشه السكه وشرب خمرته كالمعتاد، واثناء نومه صحي على صوت همس طفل جاي من بره، وهو فجاه لقى ارشاد في وشه. انت مين وايه اللي دخلك هنا؟ مش مهم انا مين، المهم ان انت وزوجتك في خطر ولازم تروح تنقذها قبل فوات الاوان. كسر ارشاد الفاظه وفاق امان من الحلم مخضوض مش فاهم اللي شافه، لكن اتاكد ان الحلم حقيقه لان اثر كسر الفاظه موجود في نفس المكان. وفي القصر بدات ميرا كتابه السيره الذاتيه لسيدهارت اللي كلامه كله الغاز. ومسيو دخل قدم لهم مشاريب وسيدهارت قال له هات لي ميرا موبايل جديد بدل اللي اتكسر. انت عرفت ازاي ان موبايلي اتكسر؟ تقدري تقولي هحتفظ بالسر لنفسي، واعرف كمان انك وقعتي على ظهرك واتجرحتي، ومعاه كريم مسكن للألم هيعجبك جدا، وهعمل لك بمساج بنفسي. سيبي الكريم وبعدين انا هستعمله. ما تقوليش كده عيب، وانا لازمتي ايه هنا؟ مش عاوزك تخافي مني. سمحت له. اول ما حط لها الكريم حست بعدم توازن شديد جدا، وعدى الوقت والساعات وراحت لغرفته بنفسها. اتحمرش بيها وشكله كده بيتغذى على الحمرشه، وبعد ليله كلها حمرشه في حمرشه فاقت وهي مش مستوعبه هل ده كان حقيقه ولا حلم. وحست انها خانت امان وجريت رنت عليه قالت له انا اسفه وعاوزك تعرف اني بحبك قوي. وهنا بقى المفاجاه ان سيدهارت هو اللي بيكلمها بصوت امان وبيطمنها انه بخير ولازم تكمل شغلها او تثبت كفاءتها لسيدهارت. كفاءتي ايه بقى؟ يلاقش يا حبيبي يا ثابته كل حاجه. وفي ناحية تانية أمان في طريقه للقرية هو شخص عينه اتحولت بدون أي أسباب وجري عليه علشان يقتله، لكن إرشاد لحقه في آخر لحظة ومسك الراجل رماه من القطر وقال لأمان أنت بس اللي تقدر تنقذها. ما بقاش فاهم أمان اللي بيحصل وميرا في القصر طيف سيدهارت بشدة وبيحاول يتحرش بيها بكل الطرق، وكل ما تمنعه يختفي من المكان. وخرجت برا القصر قالت لمسيو أنا محتاجة مساعدتك. من ساعة ما جيت القصر وبالي مش مرتاح، في معبد ديني قريب من هنا اتعبد فيه. للأسف مفيش معابد هنا حضرتك غير على تل الجبل اللي بيبعد عن هنا مسافة كبيرة، ولو عاوزة تروحي هناك ممكن أوديكي، بس أستأذن سيدهارت الأول. لو هتستأذنه يبقى روح لوحدي أحسن، ده ناقص يعرف بتنفس إمتى وإزاي. اتحرك مسيو منها وخدها للتل وقالت له استناني هنا. وطلعت لأعلى التل ولقيت تمثال لشيخ حاجة كبير وقفت قدامه شوية، ولما جت تمشي لقيت إرشاد في وشها بيقول لها هو حصرك أو مخليكي تحت سيطرته. سيدهارت ملعون مش فاهماك، وانت مين أساسا؟ انت فاهمة اللي بقصده كويس؟ هو جابك بحجة كتابة سيرته الذاتية وأجبرك تعيشي في البيت اللي جنب القصر
وخلال يومين دخل في أحلامك وجعل كل تفكيرك هو ممارسة الحب معاه. والأحلام اللي انت بتشوفيها دي حقيقة وبتحصل فعلا. اخرجي من القرية قبل ما يقتلك. سابته ومشيت على القصر، حضرت شنطة هدومها وخرجت، لقيته في وشها بيقول لها رايحة على فين؟ انت على طول داخل أفكاري وعقلي. عاوز ايه مني؟ أنا مش هقدر أكتب سيرتك، دور على شخص غيري يكتبها. ما تتعصبيش طيب، اللي انت عاوزاه. ماسيو وصلها لمحطة القطار. مشيت خطوتين وحسيت بوجع شديد جدا في بطنها، وقالت له انت بتعمل ايه فيا؟ انا واقف بعيد عنك اهو، ما عملتش حاجة. قوم امشي يلا، انت مش عاوزة تمشي؟ ارجوك سيبني اروح لزوجي امان. يا بنت انا منعتك، قومي روحي له. طيب انا بتألم جدا، ارجوك وقف الألم. ميرا يا ميرا، انت عارفة مسكن ألمك كويس وحبك لأمان منعك. قامت جريت عليه حضنته بقبلة والألم راح فورا. والله يخرب بيتك يا سيدارت، عامل لها سحر بالشهوة ابن الجنيه. المهم وصل أمان للقرية الملعونة، وأول ما نزل من القطار سمع صوت راهول ابنه بينادي عليه، ومشي ورا الصوت زي المجنون لحد قضبان السكة الحديد، منتظر وعلى أمل إنه يشوف راهول ابنه. وكان بينه وبين القطر خلاص شبر، وفي آخر لحظة روحي أنقذته وخدته لبيتها. أنا مش فاكر أي حاجة. أنت مين؟ اشكر ربنا إن وصلت لك في الوقت المناسب. أنت شكلك سكران ومش في وعيك، القطر كان هيدوسك. أنا منزلتش بإرادة القضبان السكة الحديد، في صوت خدعني وأجبرني أعمل كده، وطالب مني خدمة بعد إذنك. في فندق هنا قريب، ممكن تدليني على عنوانه؟ مفيش داعي تروح للفندق، مش هتلاقي ميرا هناك. أنت تاني؟ أيوة أنا، بس لو قربت مني ولمسني المرة دي هتلاقيني حقيقي مش مجرد حلم. ممكن أعرف اللي بيحصل بالظبط؟ ميرا زوجتك دلوقتي جزء من قصة سيدهارت، وهو بيمتلك كل شيء فيها. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت مجنون؟ انتم شكلكم اساسا نصابين وبتخدعوني بألعابكم السحرية. واحب اقول لكم اني مش بملك اي فلوس او اي شيء، فما تتعبوش نفسكم، انا هدور على ميرا بنفسي. صدقني مش هتقدر عليه لوحدك، ما ترتكبش نفس الغلطة اللي كله وقع فيها يا ابني. ما ردش عليه، وروهي قالت له الشخص ده مدمن وما بيستمعش لحد، سيبه، هو كده كده هيرجع لنا لوحده. ووصل امان للقصر وطلب من حارس البوابة يدخل يشوف زوجته ميرا، والحارس منعه. انت ما بتفهمش، بقول لك زوجتي جوا في شغله ومن حقها اشوفها. وهنا اتجه أمان لاسم الشرطة يعمل محضر إن زوجته محبوسة داخل القصر، والظابط قال له أنت شكلك سكران ومجنون. تقدر تقولي لي شخص زي السيد سيدهارت يخطف زوجتك؟ ما هو ده اللي عاوز أفهمه. زوجتي جوه وهو مانعني أشوفها. معاك دليل إن زوجتك عنده؟ أنا دليلك. أنت غبي يا ابني، السيد سيدهارت معاه حصانة وما ينفعش نسأله في أي حاجة غير بدليل. يلا امشي من هنا. شغل أمان كاميرا موبايله وقال له عاوزك تكرر كل كلمة قلتها دلوقتي علشان أنشر الفيديو بعنوان ضابط فاسد مش شايف شغله وبينكر حق المواطنين. ايه رأيك في العنوان ده؟ انت بتهددني؟ لا دي الحقيقة، ولو ما جيتش معاه للقصر صدقني هفضحك. راح مع الضابط وقال لسيدهارت بخوف الراجل المجنون ده بيقول انك خاطف زوجته حضرتك. مجنون؟ انتم شكلكم عصابة. فين زوجتي؟ زوجتك موجودة. ميرا تعالي. نزلت وهي مش طايقة تبص لأمان، وهو قال لها مالك مش عاوزة تبصي لي ليه؟ احكي له يا ميرا، انا زهقت من عدم مسؤوليتك وادمانك للخمور ومش هقدر اعيش معاك تاني، واخترت اكون مع سيدهارت، وقريب قوي هقدم ورق طلاقي منك للمحكمة. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ منعه مسيوي يقرب منها، وسيدهارت قال للظابط مش عاوز اشوف وشه في القرية تاني. وصلوا له محطة القطر وهددوه انه لو رجع هنا تاني القرية هيموت. وفي القصر ميرا رجعت حشرة من بقها وقالت له انت ليه بتعمل فيها كده؟ انا عملت الصح يا حبيبتي، والا كنت هقتل اللي اسمه امان ده. صرخت وقالت بصوت عالي انت عارف يا امان اني بحبك، وقلت كلامي غصب عني، ارجوك ما تسيبنيش. هو زي ما يكون حس امان بكلامها، وقرر ينط من القطر وكمل رحلته للقرية، وافتكر في طريقه عربية نقل الورد اللي شافها قدام القصر. وراح لمنتصف القرية سأل بياع هو مين اللي بيشتري منك حمولات الورد؟ السيد سيدهارت، بيبعت عربية يومين تاخدهم الساعة 10 مساء. استنى امان الليل يليل واتسحب لخارج القصر يعاين كل شبر فيه، وراح لبيت ارشاد بعدها. وروهي قالت له احنا سمعنا ان الشرطة طردتك، رجعت ليه؟ قلت لكم قبل كده مش هرجع غير ومعايا ميرا، وبعد اذنك عاوز اجر عربية منك بما انك الوحيدة اللي بتأجر عربيات هنا، وعاوز عربية لحضرتك. ههرب ميرا من القصر، انت هتهرب جسدها بس، لكن روحها هتفضل تحت سيطرة سيدهارت. وانت ما بتزهقش يا عم؟ انت بطل تخاريف بقى، الزم حدودك وانت بتتكلم مع ابويا. انا هأجر لك عربية وورينا هتعمل ايه يا بطل. اتجه بعدها المحل بياع الورود اثناء تعبئة الورود اللي هتروح للقصر، وتسلق العربية لحد ما وصلت، واستغل انشغال كل العمال بالحمولة واتسحب للداخل، وبقى يدور في كل مكان
لحد ما لقاها في غرفة ونايمة على سريرها زي القتيلة. وأول ما عينها لمحته قامت بسرعة حضنته واعتذرت له على كل كلمة قالتها له. قال لها مش وقته، لازم نهرب من هنا دلوقتي، وخدها وعمل خطة للخروج من غير ما حد ياخد باله منهم. وفي نفس الوقت سيدهارت وصل لغرفتها ما لقاش ليها أي أثر، وهو فهم إنها هربت فورا. نجح أمان في الهروب، وروهي خدتهم لمحطة القطر وقالت له لو فاكر إن الرحلة خلصت لحد هنا تبقى غلطان. رمى لها فلوس أجرة العربية وقال لها متشكرين لجنانك وجنان أبوكي، تقدري تمشي. وداخل القصر سيدهارت بيجدد لها نفس السحر لكن بشكل أقوى، وميرا بقت هتموت من الألم، وأمان مش قادر يعمل لها أي حاجة غير إنه خدها للمستشفى. والدكتور قال له في شيء غريب في جسم ميرا، كل البشر بيبقى ليهم فصيلة دم واحدة، لكن ميرا دمها مكون من فصيلتين مختلفين، وفصيلة منهم نادرة جدا ما شفتش لها أي وجود قبل كده، زي ما يكون في شخص تاني مشترك معاها في جسمها. دخل قال لها أنا معاكي ومش هسمح لأي ضرر يحصل لك تاني. وهي قالت له أنا عاوز أصارحك بحاجة، أنا نمت مع سيدهارت. اتصدم من الكلمة وساب إيدها، وهي مسكته بقوة وصوتها اتغير وقالت له أيوة نمت معاه وهنام معاه تاني وتالت ورابع. يا فاكرة يا قادرة تحب شحطتها. حاولوا الممرضين يبعدوها عنه، وهي بقت تتنطط زي العنكبوت علشان تهرب وتروح لسيدهارت، لكن أمان مسكها هبتها على الأرض هبدتين وقفل عليها الباب. وبعدها بشوية وصل سيدهارت المستشفى، وأمر بنفوذه وسلطته على المكان يفتحوا الباب ليها. وأول ما الباب اتفتح جريت ميرا عليه زي المجنونة، حضنته بالقبلة المعتادة وشالها ومشي. وأمان يا حول الله متكهرب من اللي شايفه ومش قادر يعمل أي حاجة. وراح لي بعدها الإرشاد قال له أنا دلوقتي صدقتك، بس فهمني مين سيدهارت ده وعمل في زوجتي كده إزاي. أنا هحكي لك قصة لشيطان متنكر في هيئة بشر، والشيطان ده من دمي، حاجة ما تتصدقش صح. سيدهارت يبقى جدي الأكبر، ومش راجل عادي، ده شيطان عايش بقاله 300 سنة، وكان كاين في معبد، وليه أخ تاني اسمه فيرا باترا. وفي يوم حلت لعنة بمرض الطاعون أذت كل أهل القرية، وقرر سيدهارت وأخوه مساعدتهم. وعدت الأيام لحد ما اتصاب سيدهارت بالطاعون هو كمان، وما كانش مصدق لأنه مفكر نفسه علشان كاهن يبقى راجل خارج ضد المرض. وراح للشيخ عجة اللي بيعبده قال له ازاي تعمل فيها كده وانا بعبدك ليل ونهار. اخوه قال له ما تفقدش ايمانك بالشيخ عجة يا ابني، وارضى باللي حصل لك. وعدت الايام، وفي يوم سمع سيدهارت صوت من الغابة ومشي وراه، وظهر له كائن عملاق قال له تختار الموت ولا تفضل عايش شاب عمره ما بينتهيش؟ انا موافق، عاوز اعيش، بس في شرطين لازم توافق عليهم. الاول تدمر معبد الصنم اللي بتعبده واي شيء مقدس في بيتكم، والشرط التاني قبل اكتمال القمر كل 12 سنة ب15 يوم لازم تنام مع بنت انت بتختارها، وليلة اكتمال القمر تقتلها علشان عمرك يطول وتحافظ على شبابك. وافق على كل شروطه واتجه لكل شيء مقدس بيعبده، دمره بالفعل. ولما اخوه حاول يمنعه قتله. هي دي كل القصة. يعني الكائن ده عايش بقاله 300 سنة ومحدش عارف يقتله. للأسف يا ابني لازم اللي يقتله يكون قريب من ضحيته، وفي غيرك كتير من سنين فشلوا معاه وماتوا على ايده. وعلشان تتخلص من سيدهارت في خنجر معايا لازم تاخده لبحيرة مياه مقدسة موجودة هنا في القرية، هتغرق فيها الخنجر وبعدها تطعن بيه سيدهارت في صدره، لكن لو فشلت قبل اكتمال القمر هتخسر ميرا للأبد. خدته روحي لبحيرة المياه غرق فيها الخنجر، وفجأة روحي اختفت من جنبه، واسمعها بتصرخ وبتقوله الحقني. لقاها غرقانة في التلج واتسحبت لحد ما اختفت. وظهر له بعدها الكائن العملاق ضربه واتهيأ على شكل روحي، وحاول يمنعه بكل الطرق انه يوصل لسيدهارت. ذبحه أمان بالخنجر المقدس وخلص عليه. وفي القصر في نفس الوقت سيدهارت بيجهز نفسه لآخر ليلة هيقضيها مع ميرا، ولكن السيد أمان قطع عليه هذه اللحظة. سيدهارت قال له انت ايه يا جدع، مش كده يا ابني، ترضى حد يقطع عليك خلوتك كده؟ عاوز تقرب منها وتاخدها؟ قرب لو تعرف. كعبله أمان في الآخر ولبسه الخنجر بمنتصف صدره وخلص عليه للأبد. وهنا فاقت الشريفة العفيفة ميرا وجريت على حضن أمان، بتحب الأحضان البت دي. وبعد حضن كبير وقع أمان على الأرض قتيل، أثار خبطت الإزاز اللي خدها من سيدهارت على دماغه. وهنا بقى المفاجأة الكبرى، فاق أمان من غيبوبته اللي حصلت بالبداية، وجريت عليه ميرا بفرحة قالت له انت بقالك 3 أيام بالغيبوبة، كنت فقدت الأمل إنك ترجع. تعرفي في ال3 أيام دول عشت أسوأ أيام،
لكن في حكمة من اللي أنا شفته. مهما عشنا على الدنيا إحنا أموات وأولاد أموات، ومفيش داعي نتشبث بحياتنا وما نفكرش هنموت إمتى ونعيش حياتنا بسعادة وبس. وهو بينتهي الفيلم على كده. وحكمة مني أنا بقى، عيش حياتك برضا ربنا وعبادتك وصلاتك ليه، وأظن مفيش سعادة أحلى من إن ربنا يكون راضي عنك. أتمنى الفيلم يكون عجبكم. اشتراك ولايك وتفعيل جرس الإشعارات علشان يوصل لكم كل أفلامنا. وبس كده، السلام عليكم.